مساء الخير على احلى متابعين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل وصفه تانية اقتصاديه بس موفره في الحلل والمواعين اللي احنا هنعملها. هنعمل الدربكه بتاعه الكشري هنعملها في حله واحده بطريقه سهله جدا، والطعم بتاعه حكايه. يلا بينا حبايبي على الطريقه والمقادير. حبايبي المقادير بتاعتنا: البصل مقطعينه جوانح، وهنحط عليه معلقه ملح ومعلقتين نشا علشان خاطر طبعا البصل بتاعنا يطلع مقرمش وحلو. معانا كمية من الرز، دول 3 كوبايات من الرز. الكميات دي حبايبي حسب الأفراد بتوع الأسرة. ومعانا عدس كنا نقعينه وسلقينه زي ما انتم شايفين كده، مجهزة كل حاجة. والحمص الشام برضو أنا نقعته وسلقته. ومعانا شعرية، ومعانا مكرونه صغيره، ومعانا كام علبه صلصه. يا اما بقى بتعملوا اللي هي الطماطم الفريش، تعصروها حوالي لتر من الطماطم. ومعانا معلقه توم كبيره، والنشا طبعا اللي احنا هنحطه على البصل، والملح. دلوقتي هنحط معلقه ملح كبيره على البصل. الملح والنشا بيعمل قرمشه حلوه قوي قوي للبصل بتاعنا، بيطلع مفلفل وما يبقاش معجن كده. والبصل زي ما انتم شايفين مقطعينه جوانح. معلقتين كبار من النشا. هنقلب كل المكونات مع بعضها. معانا حله على النار فيها حبه زيت حلوين، ما تستكتروش الزيت عشان الزيت ده هناخد منه لكل حاجه احنا هنعملها للكشري. دلوقتي بعد ما قدح الزيت كده او غلى، هنحط بقى البصل كميه قليله يا جماعه عشان خاطر ما يعجنش ويتحمر كويس. يعني الكميه اللي انا وريتها لكم دي هنقسمها على مرتين او 3، ولما ياخد اللون الذهبي الحلو لولا ما نشيله ونحطه غيره. حبة زيت من التقلية اللي احنا بنقليها على بال ما البصل كله يكمل، عشان يعني نعمل كل حاجة مع بعضها. دلوقتي هنقلي التقلية اللي هي بتاعت الصلصة بتاعت الكشري. خدنا 3 مغارف كده، ومعانا معلقة الثوم، معلقة الثوم هنشوحها كده مع بعضها شوية لحد ما لونها يبقى كده اللون اللي هو الذهبي الحلو. دلوقتي حبايبي خدت اللون الجميل ده، هناخده بقى الصلصة او الطماطم لو الطماطم فريش. عليها الماجي، مكعبين ماجي عشان انا عامله كميه كبيره. عازمين بقى الحبايب كلهم النهارده. ومعلقتين كمون صغيرين، ومعلقتين كزبره صغيرين برضو، ومعلقه فلفل اسمر، معلقه سكر عشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم، والملح بتاعنا عشان الماجي طبعا مش هيحيق. بس نسيبهم بقى مع بعض كده على نار هاديه او متوسطه يتسبكوا مع بعض، ونرجع نشوف البصله بتاعتنا. البصله بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بصوا لونها حلو قوي وفاتح، ونحاول على قد ما نقدر نفرطها عشان ما تعجنش على بعضها ويعني وتتهوى كده. هنكمل الكميه، احنا عاملين كميه كبيره طبعا. هنكمل الكميه ونرجع نشوف حبايبي هنعمل مع بعض ايه تاني. بس الحله انا غيرتها طبعا عشان محتاجه حله كبيره. حطيت فيها الزيت اللي هو اصلا قلنا فيه هو يعني نعتبر ان احنا عملنا كل حاجه في قلب الحله دي. بس انا عملت صراحه التقليه في حله صغيره. حطينا فيها كوبايه الاول 3 مغارف من الزيت هو اللي احنا عملناه، وحطينا عليها الشعريه نحمرها كده يبقى اللون بتاعها الجولد الحلو، ما نغمقهاش. لازم نكتر الزيت شويه يا جماعه عشان احنا هنحط كل حاجه في قلب الحله دي، فلازم الزيت يبقى كتير شويه.
لما تتحمر وتدي اللون حلو هوريك. بعد ما اللون بتاع الشعريه زي ما انتم شايفين اللون الجميل ده، هنحط بقى الرز ونغلفهم برده بالزيت. لازم يتغلف بالزيت، يعني مش هنحمره يا جماعه، احنا هنغلف بس الرز بالزيت عشان يطلع معانا مفلفل وحلو. نقلبهم كام تقليبه كده مع بعض قبل ما نحط المكرونه. هو المفروض طبعا نحط العدس معاهم، بس انا العدس جايباه اللي هو العلب فجاهز مسلوق جاهز، مش هنحط الا غير في الاخر خالص، ونقلبهم برده مع المكونات بتاعتنا. معانا المكرونه بتاعتنا هنحط النص كيلو، وبرده هنقلبهم مع بعض يتغلفوا برده بالزيت بتاعنا اللي احنا حاطينه. دلوقتي معانا الميه المغليه بتاعتنا هنحطها. لازم الميه تبقى فوق منه كده قيمه قيراط. ولو عايز ميه دايما لازم نغلي الميه، ما نحطش ميه ساقعه. هنحيق بقى الكشري بتاعنا. الكشري بتاعنا بالملح والفلفل قيمه معلقه كبيره، وبعد كده نشوف الحياء بتاعه كويس ولا لا. معلقه فلفل اسمر صغيره، ونقلبهم كويس قوي مع بعض. بعد ما يغلوا غلوه كده نقطع المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا فوق منهم كده ونقفل الحله، وهنهدي طبعا النار بعد ما يغلوا. اللقطه بتاعت وانا بحط المكرونه بس ما اتصورتش، بس احنا حطينا حبه مكرونه مش كتير، حبه صغيره كده. نقلبهم بس تقلبتين كده مع بعض لحد ما المكرونه بتاعتنا يعني تهبط لتحت، ونديهم غلوه ونروح موطين عليهم بعد كده. لازم ندوق الحياء بتاعنا كويس ولا لا يا جماعه، عشان خاطر ما يطلعش. حبايبي الكشري بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين، استوى ومية مية، ما عادش 10 دقايق على بعد ما غلى طبعا وطينا عليه زي ما انتم عارفين. على بال ما استوى ما فيش 10 دقايق. دلوقتي بقى بما اني ما حطيتش العدس في الاول عشان العدس بتاعي مستوي، دلوقتي هحطه بقى على الرز وهنقلبهم مع بعض. دي اخر خطوه، هنحط العدس على الرز وعلى المكرونه وعلى الحاجات اللي احنا عملناها. هنقلبهم تقليبه مع بعض مجرد ما يسخنوا، وهنغرف الطبق بتاعنا يبقى احلى طبق كشري هناكله. بص الرزايه بتاعتنا حبايبي مفلفله ازاي وجميله، ولا معجنه ولا اي حاجه، زي الفل. تعملوا حاجاتكم بنفسكم في بيتكم، حاجه نظيفه وحاجه مضمونه، ومكونات احنا عارفين دي ايه، ومغسوله ومتنقيه وكل حاجه. هنقلبهم تقليبه ونسيبهم بس قيمه 5 دقايق او 10 دقايق تاني عشان يسخنوا مع العدس، ونغرف الطبق بتاعنا ونشوفه مع بعض. طاسه على النار هنحط فيها كوبايه ميه. احنا دلوقتي بنحضر الدقه بتاعتنا. الثوم على الميه نقلبهم مع بعض كويس مع بعض. هنحط عليهم الملح. لو عندنا قرن فلفل حراق نطحنه في المطحنه ونحطه برده، بس انا ما عنديش. بدل منه هنحط الشطه عشان تبقى الدقه بتاعتنا حلوه مشطشطه. هنحط كمون وكزبره، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسمر، سوري معلش. ودلوقتي هنحط كوبايه خل زي ما حطينا كوبايه ميه، وليمونتين هنعصرهم. الليمون بيدينا طعم جميل جدا. هنسيبهم يغلوا على النار شويه وكده، وبكده الدقه بتاعتنا خلصت. احلى دقه هتعملوها وتاكلوها. هنسيبها تاخد غلوتين مع بعض كده، تاخد وتدي عشان خاطر المكونات كلها تتجانس مع بعضها. شايفين الرزايه مفلفله وكله مستوي وتحفه بجد، جميل جدا. وما خدش مواعين كتيره، هي يا دوبك الحله، نفس الحله حمرنا فيها البصل وكل حاجه عملناها فيها في نفس الحله. ما فيش الا غير بس الحله اللي عملنا فيها الصلصه. بص الطبق بتاعنا جميل ازاي ومشهي، كل حاجه فيه كامل العناصر الغذائيه زي ما انتم شايفين كده، البروتين والنشويات وكل حاجه.
يلا نحط عليها الصلصه، الحمص، سوري، الحمص بتاعنا اهو. دلوقتي حطينا، معلش الكاميرا كانت مقفوله، حطينا حبه صلصه. الصلصه بتاعتنا جميله جدا، مسبكه وحلوه قوي. يلا بينا نحط بقى الطبق بتاعنا. البصل كده من فوق شكلهم جميل قوي. بص البصل بتاعنا محرمش ازاي بسبب النشا والملح اللي احنا حطيناه. وادي الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا زي ما انتم شايفين، جميل جدا، حلو قوي قوي. تحط بقى طبق كده جنب منه اللي هي البصل المقرمش ده، والدقه بتاعتنا الجميله اهي، والصلصه برده جنب الطبق بتاعنا اللي احنا غارفينه. وبكده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. اقول لكم سلام.